عمرك بصيت في المراية وحسيت إن الشخص اللي قدامك ده مش أنت؟ أو حسيت إنك موجود في يومك ولكنك مشاهد مش بطل القصة؟ الإحساس ده اسمه تبدد الشخصية أو الديبرسوناليزيشن أو تبدد الواقع ديرياليزيشن. ومهم جدا تفهم حاجة، ده مش جنون ولا فقدان عقل. لما تتعرض لضغط نفسي عالي جدا، قلق مزمن أو صدمة أو خوف متراكم، الجهاز العصبي بيوصل لمرحلة الحمل أعلى من الطاقة. في اللحظة دي المخ كأنه بيستخدم آخر وسيلة دفاعية، آلية الانفصال dissociative mechanism. إيه اللي بيحصل؟ القشرة المخية الأمامية البريفرونتال كورتكس المسؤولة عن الوعي بيتم عزلها جزئياً، واللوزة الدماغية الأميجدلا مركز الخوف بيتقفل عليها الإشارة. الاتصال بينهم بيحصل له ديسكونكت، فالوعي يقل عشان الألم النفسي يقل، وتتحول من لاعب لمتفرج من شدة الحمل. العلاج خطوة أولى إسعافية وخطوة جذرية. 1. العلاج المهدئ أو الجراوندينج. لو النوبة شغالة دلوقتي، الأهم هو الرجوع للجسد. امسك شيء بارد أو دوس برجلك جامد على الأرض. استخدم تمرين 5-4-3-2-1. خليك في الحاضر من خلال أي إحساس جسدي. الإحساس الجسدي بيوصل رسالة للمخ أنا هنا ودلوقتي والأمان موجود. 2. العلاج الجذري. لازم نعالج مصدر الضغط نفسه. علاج معرفي سلوكي CBT لإعادة تدريب الدماغ على التعامل مع القلق المزمن، وأحيانا علاج دوائي لكسر حالة الطوارئ العصبية المستمرة في الخلفية. الانفصال مش علامة ضعف، دي صرخة إنقاذ من عقلك.